السلام عليكم عزيزي المشاهد، إيه الأخبار؟ معكم عبد الرحمن، ويوم جديد وفلوج جديد في سلطنة عمان وبالتحديد في مسقط. أنا جعان بصراحة، يعني أنا كنت واخد القرار من المرة اللي فاتت بس تم تثبيطي. بس أنا النهاردة خلاص أنا قررت إن أنا النهاردة لازم أجرب الأكل الهندي. لازم أستغل إن يعني في مطاعم هنا، المطاعم الآسيوية عامة سواء كان من شرق آسيا أو من الهند، هما بيعملوا الطبخ بتاعهم لان في ناس هنا بتاكل الاكل ده، فلازم يكون الاكل يكون بيرفكت. اوه ياه. فمن غير كلام كتير يلا بينا. ايه رايك في الاوتفيت؟ تقييمك من 10؟ تيشيرت لسه جديد، قلنا نلبس حاجه خفيفه بقى، الدنيا الساعه 6 تقريبا دلوقتي، فيعني بس كده. يلا بينا عزيزي المشاهد نتجول في مولات مسقط. يلا بينا. This is my first time to try the Indian food. Yeah, sure. Okay, so can you suggest anything to eat? But please, a bit spicy or non-spicy at all. Non-spicy? Yes. A few moments later. This is my first time to try the Indian food. Okay, so I want something but less spicy or not spicy. Okay, what can I choose? حدد لي كام حاجة مش حراقة زي ما طلبت منه. الموظف كان قمة الجمال بصراحة، كان متعاون وبيرد على كل حاجة بسأله عليها. فتحياتي لمطعم تشولا أو تشولها، مش عارف. اللي عرفت إنه بالهندي معناها فرن قديم بيتعمل من الطين أو الطوب، اختيار موفق. وبعد فترة من النقاشات والتفكير اخترت الوجبة دي. طبعا مش هقرأ لك كل ده، اسمها مشوار يعني، بس حسيت شكلها حلو وهو رشحها لي، فيلا بينا نشوف طلبنا معاها ايه. طلبت عيش بالزبده وبيبقى فيه فواكه مجففه كده كطبق جانبي، الراجل قال لي ان هو طبق مشهور جدا في الهند. وطلبت شاي بالزعفران او زي ما بيتسمى في الهند كيزار تشاي. استغربت من الفكره فقلت نجربه بالمره. الراجل تقريبا صعبت عليه ان خايف من الشطه فحط لي سلطه زبادي كزياده امان. ونيجي بقى للطبق الرئيسي، واظن ان المنظر بيتكلم عن نفسه. شكل الاكل كان يفتح النفس بصراحه، وانا بحب ان الاكل يبقى ملون كده وفيه كذا حاجه مع بعض. الطلب بتاعنا كان عباره عن رز بسمتي عادي، ولكن الزياده عليه انه بعد ما يستوي بيتقلي مع التوم حاجه بسيطه، وبيتضاف عليه خضار زي الذره والبسله والكرفس. اما اللي مع الرز بقى كانت قطع فراخ محطوطه في صوص اسمه شيزوان صوص، يا رب اكون نطقت اسمه صح. وطلعت اصلا اكله مشتركه، الصين وشرق اسيا تقول لك دي بتاعتنا عشان فيها صوص صويا، الهند تقول لك لا طالما فيها صلصه طماطم وشطه يبقى الموضوع انتهى. المهم ملناش دعوه. للأمانة كنت قلقان إن الأكل ما يمشيش معايا ومع ذوقي، لكن بالعكس تماما، كل حاجة طلبتها كانت حلوة. وشاي الزعفران ده اختراع بصراحة. بعد كده الكل راح يعمل شوبينج، وانا للاسف بكره المولات. عشان كده حاولت ادور على اي فعاليه او اي حاجه اعملها، ما لقيتش. طب جربت اصور لك الديكور والمكان. بص السقف كده، بص السقف بتاع المول، بص الشجر والنباتات الصناعيه، مش نافعه. جربت اشوف طيب لعب الاطفال، ما رضيوش يدخلوني اصلا.
وبعد محاولات كتيرة ما لقيتش أي فعالية وأعلنت استسلامي. يلا نروح على الاوتيل، خلاص مش عايز اصور حاجه. الله حلو أوي فعلا. طالما مصورناش حاجة في المول نصور في الفندق. وبكده عزيزي المشاهد ينتهي الفلوج بتاعنا إلى هنا. للأسف مرحناش الملاهي، يتأجل الموضوع مرة تانية لحد ما نشوف آخرتها ايه معانا. أهم حاجة احنا جربنا الأكل الهندي. التصوير في المولات تاني أسوأ فكرة بعد نقول ايه مثلا، بعد الأكل البايت من التلاجة. تاني أسوأ فكرة على طول انت تصور في مول. الناس بص كان زحمة بطريقة النهاردة، طبيعي عشان النهاردة خميس بس أنا مخدتش بالي. ورحنا كمان الساعة 6 المغرب، الناس كلها جت هناك، كلها عمان كلها جت هناك، الأمن في كل حتة على المجتمع. بص مستنيك بس ايه، مستنيك تهمس يعني. بص جنبك بس يعني. حتى الأطفال بيلعبوا مثلا بالعجل بتاع بيزعقوا بيبرقوا له مفيش، ولا لجنة ثانوية عامة. وصلنا هنا إلى نهاية الفيديو بتاعنا. خلاص احنا حللنا الأوضة فوق، صورنا في كل الزوايا اللي فيها، فوقنا نغير المكان ونختم الفيديو من هنا. بس كده عزيزي المشاهد، أتمنى يكون الفيديو عجبك حتى لو كان قصير. وبس كده، أتمنى لك يوم جميل عزيزي المشاهد. كان معاكم عبد الرحمن من مسقط، وبس كده. كان معاكم عبد الرحمن من مسقط. بس كده، سلام.